لو علمنا قلوبكم لفرشنا مهج القلب أو سواد العيون وشققنا بين الجفون طريقا ليكون المرور بين الجفون ونحن قد قطعنا فيافية ومراهية عديدة وفي القلب سرور يكنه يقول لما عرفنا أننا سنتلقى سالت هذه المدينة التي الإسلام غير متعبد كانت ليس متحدين لكن أصلا نحن تشرفنا بمرافقة هذا الشيخ القديم جزاه الله خيرا الذي هو نبراس للعلم في الإسلام ومن حوله شباب وكهول مثقفون ثقافة واسعة متينة فأكثرهم يتقن لغات عديدة بعد اللغة العربية بداية اللغة العربية اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية إلى آخره وكل ذلك للاستعداد لنشر الدين الإسلامي ووالد هذا هو كان شمسا للمعارف كان إنسانا عظيما قد أنشأ مؤسسات عديدة وثقافات ناسا كثيرا علمهم العلم وجعلهم حفاظ للقرآن وعلماء في الدين وألف كثيرا ما شاء الله ألف في الفقه مؤلفات عديدة ألف في التوحيد وكثير من هذه المؤلفات في القصائد وفي القصائد أيضا رأيت بعض القصائد كان هذا جانبا واحدا من عديدة من الجانبات لقد أكثر التعليم لتعليم الدين الإسلامي وهناك مدارس متعددة قد أسسها هذا الشيخ الذي هو ابن أبنائه ويوصي المعلمين أن يكتفوا بمؤلفات الشيخ لأنه قد ألف في كل فن ما يكفي للمسلمين لمعرفة الدين الإسلامي وكان كذلك منذ قديم وينتمي إلى أسرة علم ومعرفة بالله وقد بدأوا كل المفردات لنشر أخلاق الدين التي قد أسس مدارس الأخلاق وقد وسع التعليم في الإسلام وكان في حياته كون حلقة من العلماء الذين بلغوا الذروة كلهم معالم مؤلف ومعلم وذلك نشر العلم وأنواع الآثار في الغاية لأجل هذا قد بدأ الناس إليه أنهم لم يجدوا مثله لا في أذهانهم ولا في الخارج لأجل ذلك قد التف حوله الجمهور العلماء وجمهور العامة الناس لأجل هذا تشرفنا بمرافقته إلى سؤال جدا سعداء كنا جدا سعداء أهلا وسهلا بكم بالشيخ بين إخوانكم في هذا البلد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لأداء مهمتكم السلام ونحن نبادي لكم نفس الشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فإن شاء الله أرواحنا وأرواحكم كمسلمين إن شاء الله متعالفة مع بعضها البعض وما يسعدكم يسعدنا وما يؤلمكم يؤلمنا فنحن إخوة تحاورنا في الله وعلى كتاب الله واتباع سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم طالما أنهما معنا أي كتاب الله وسنة الرسول فالمحبة هذه إن شاء الله ستزال وستبقى مهما تباعدت الأقطار ومهما تباعدت الأوطان وتناءت الأقطار ونحن مسرورون الحمد لله في هذا